السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم بكل خير ومساءكم بكل خير. امبارح جالي خبر حلو. امبارح كان في واحدة عندنا جوزها كده جالي من 6 سنين والله. وبعدين جه خد من عندنا خل تفاح، ان هو قاعد في محافظة يعني بعيدة. خد خل تفاح وخد مورينجا وخد الاعشاب بتاعت التخسيس، وقال لي ايه توكل على الله ومراته تخس، ان هو كان نفسه ان هي تحمل. اقسم بالله ده حصل، اقسم بالله ده حصل. امبارح بتكلمني فبتقول لي انا يعني وزني زاد جدا بقى. قلت لها مش مهم الوزن، طمنينا عليك، ربنا كرمك اقسم بجلال الله. قالت لي انا عندي دلوقتي عيل ولدين بسم الله ما شاء الله. الكيتو يا جماعه والله بينظم الهرمونات، بيشيل تكاسل المبايض. فانت ان شاء الله يعني او انت ان شاء الله هتخلفي، انت داخل الكيتو عشان تخس، هوب تلاقي عندك تكاسل مبايض مشي، هوب تلاقي السكر مشي. انا ماليش دعوه، انا مش دكتور، انت روح لدكتورك وهو اللي يقرر. تبطل بقى تاخد الادويه دي، كلام الدكتور مش كلام انا. فالكيتو الحمد لله بيسبب الحمل، يعني الحمد لله آلاف من الناس خست والحمد لله ربنا كرمهم بالحمل. انا معايا دكتورتين امراض نساء والله، دكتوره من اليمن، دكتوره فرقان، ودكتوره رحمه من تونس. امبارح الجروب كان عباره عن زغاريط وفرح ان الحمد لله ناس خست وناس حملت. فالكيتو بيشيل الاكتئاب، بيشيل الضغط، بيشيل السكر. كيتو حلو جدا جدا جدا، تقدر تستخدمه وربنا يوفقك. انا مش بخسس بس بالكيتو. من 3 سنين كده واحده جات لي قالت لي ايه انا رايحه العمره في رمضان وعايزه اعمل رجيم، مش عايزه اسيب الكيتو. قلت لها الكيتو انت هتعمل لي رجيم حلو جدا. احلى رجيم يتعمل في مكه رجيم التمر واللبن واللحمه. ايه الكلام ده بقى؟ في مكه انت بتاكل تمر كتير جدا، حلو قوي، خلي معاك كميه تمر كبيره جدا، تمام. وبعدين ايه اللبن بقى، ازازه لبن وكده ولا حاجه. ولما تخرج لو تعرف تاكل لحمه كده من غير خبز يبقى حلو جدا. ده رجيم اللي بيعمل عمره. طب الرجيم ده بيخسس ايه؟ الرجيم ده بيخسس اكتر من الكيتو اللي جابوا كيتو، لان انت نفسيتك بتتظبط في العمره قوي قوي قوي، فيتامين د بيزيد عندك قوي 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 فبتخس. ينفع اعمله مثلا وانا قاعد في مصر؟ لا طبعا. ينفع اعمله وانا عندي السكر بيعلى؟ لا خلاص. فاحنا بنفكر في حاجات جديده عشان ايه؟ انتوا تبقوا كويسين وربنا يوفقكم ان شاء الله، تحت امركم ان شاء الله. واللي عايز يخس يكلمني وانا اخليه يخس من غير ما يحس. يلا السلام عليكم.